يا صباح الفل والورد والياسمين على احلى اخوات في الدنيا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا، حبيت ابدا يوم كده الصبح. شايفين الجو عامل ازاي؟ ده الساعه 9 الا ربع، وما شاء الله الجو يعني مش الشمس يعني مش طالعه. فقلت باجي اعمل لكم المقدمه النهارده من قدام الزرع كده. انا عند ماما، حبايبي اللي متابعيني وحبايبي اللي لسه داخلين جديد عشان يبقوا عارفين انا عند ماما علشان جوزي مسافر وكده. فكل يوم بروح الشق اعمل حاجه. قبل ما امشي كده الصبح قلت ايه، اخد له كده لقطه سريعه في المنظر الجميل، والناس اللي هي يعني ما عندهاش زرع تشوف المنظر. بص الشمس اهي هتطلع. اول ما بدات اصور لكم الشمس الحمد لله الحمد لله هتطلع. فالجو يعني حلو كده بتاع الصبح ده ولما بتقوم الصبح بدري بيبقى فيه بركة ما شاء الله. يلا بنبدأ نشوف هنعمل ايه. روتين بقى كله نشاط وحيوية وطاقة إيجابية. بصوا روتين يعني من الآخر صراحة، روتين عميق جدا ما شاء الله. بصوا هننضف فيه كل جزء في الأوضة، مش هنسيب أي حاجة غير لما ننضفها علشان تدخل علينا الشتا كده، وكل ركن في الشقة كلها هيبقى نظيف وزي الفل. يلا قومي كده تشجع وخدي قطعة من النشاط، وشوفي لو وراك أي حاجة يلا قومي كده اعمليها. آم، لو عندك شوية مواعين عايزين يتغسلوا، عندك شوية غسيل عايز يتنشر، يلا بقى كده قومي تشجع وخدي يومك من بدري. خدي بركة اليوم من اوله. حاولي ان انت تقومي في الشتاء بدري علشان اليوم الشتاء مش طويل، اليوم الشتاء بيبقى قصير كده وتلاقي اليوم خلص معاكي بسرعة. فقومي بدري وخلصي اللي وراك وبعدين اقعدي شوفي ايه هتعملي ايه. صراحة انا بحب ابدأ بدري واخد بركة اليوم علشان يعني اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يعني لو عندي غسيل بنشره بدري علشان الجو غيم، الجو مطر، ابقى غسيلي من الصبح كده منشراه ومخلصاه، فابقى ايه خلصت كل اللي ورايا. شو دلوقتي بقى ايه، حشت الفرش اللي كان على السرير والكفر وحطيتهم في الغسالة، وحشت كل حاجة من تحت السرير عشان طبعا زي ما انتوا عارفين ان احنا مكملين في سلسلة الروتين العميق. حشت كل الحاجة اللي كانت تحت السرير دي وطلعتها برا في الصالة وفضيت الأوضة كده خالص. وبعدين جبت مية برسيل جل بصابون ابيض باريال، وبدأت ايه كبتها كده تحت السرير علشان لو في اي ترابة في اي حاجة في وبر، بيبقى في وبر وحاجات من دي، يبقى كل تحت السرير نظيف وزي الفل. التسريحة دي جوزي دقيقها في الحيطة، مسمرها في الحيطة، فما بتل ما بت اللهم صل على النبي، ما بعرفش ازحزحها يعني ايه واكنس تحتيها وكده. فبروح كبة تحتيها مية، لو تحتها اي حاجة بقى بتطلع معايا وتنضف يعني بالمرة. بما ان انا هنضف فبروح ايه عاملاها كده معايا بالمرة. والكومودينو ده اللي هو بين السرير والدولاب برضو حركته ومسحت تحتيه بالمية. بعدين جبت الفوطة وبدأت ان انا ايه الم المية اللي على الارض علشان يعني ايه مش هعرف المها صراحة كلها بالشرشوبة ان المية كانت كتيرة. فجبت الفوطة كده وبدأت الم في الاول، وبعدين قلت هنشف اللهم صل على سيدنا محمد بالشرشوبة يعني الارضية. اول حاجة ان انا ايه لميت بس المية كده شوية عشان كانت مية كتيرة جدا زي ما شفتوا في الاول. طبعا ببقى مبسوطة جدا وانا بعمل رغاوي كده، وريحة صراحة ريحة الشقة بقت ما شاء الله بقت زي الفل. لما بقالي كذا يوم طبعا بنضف تنظيفات عميقة. انتظروا برضو لسه فيديوهات جاية كتير، وانتظروا برضو الفيديو الاخير اللي هو بتاع الجولة، جولة فرش الشتاء وجولة في الشقة عموما. ان انا الصراحة ما عملتش قبل كده خالص جولة في الشقة، فانتظروا ان شاء الله اعمل لكم جولة في الشقة. قلت بقى انشف الارضية كويس وشغلت المروح علشان تنشف الارضية عشان ارجع بقى الحاجات تاني ايه مكانها. رجعت بقى كل حاجة مكانها اللي هي اللحاف والحاجات اللي احنا بنستخدمهاش، والحاجات اللي بنستخدمها طلعتها علشان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عشان مش هرفع تحت السرير تاني صراحة غير بعد بقى فترة. يعني لما احس ان خلاص تحت السرير كده اتبهدل ابدأ ان انا ايه ارفع تحتيه يعني كده وننضف.
بعد كده بقى جبت الملمع وبدأت ان انا المع جزاز الكومودينو ولمعت السرير. كان كل الحاجات دي صراحة مليانة تراب، فيعني كانت محتاجة تلميع، كل ده لمعته علشان بقى تبقى الأوضة دي معايا خلصت، وتبقى الأوضة التانية بقى خلصت ان شاء الله. وانتظروا الفيديو الجاي، أوضة الجلوس والصالة. وقبل كده عملت معاكم المطبخ. لو عايزين الفيديوهات دي هسيبها لكم في اول لينك مثبت ان شاء الله، بس يا رب افتكر واسيبها لكم في اول لينك مثبت. عملت يعني المطبخ، وعملت اوضه الاطفال، ودي اوضه النوم، قاعد الصاله واوضه الجلوس بس. وبعد كده اعمل لكم جوله بقى في الشقه بعد الفرش يعني. بعد ما لمعت السرير والكومودينو برضو بلمع الجزاز. يوسف بص، هو الجزاز من فوق نضيف، من تحت بقى بصمات ايدين مبهدله على الاخر، وحتى مش راقح وانا بلمع. بعد ما خلصت الاوضه راح دخل بصملي عليه، كنت بص كنت عايزه اكله، انا تعبت وانت بتبهدلي. طب استنى حتى لما اخلص الشقه، انا كل يوم بروح اعمل حاجه علشان قبل ما جوزي يجي يكون خلصت كل الشقه كده و... وبعد كده ما نجهز للاستقبال بتاعه. ان شاء الله برضو انتظروا فيديو الاستقبال، ان شاء الله هنعمل حاجات برضو حلوة، فانتظروا كل حاجة ان شاء الله كده. شجعوني بس انتوا باللايكات والكومنتات الحلوة. ولو انت وصلت للجزء ده ما تنسيش تعملي لي لايك وتكتبي لي كومنت كده حلو من قلبك. يوسف ابني بقى كان في الوقت ده المناديل اللي هي المبللة كان مطلعها من العلبة، كل اللي مطلعاه بره على التسريحة ده كان مطلعه من العلبة. وكل ما رتب التسريحة من جوه بصوا بيخليها هيصة. فصراحة يعني ما رتبتهاش، بس عملت كده الحاجات اللي حسيتها ظبطت فيها كده على قد ما قدرت وسبت بقى الباقي. ونزلت بقى كل الحاجات اللي فوق التسريحة، بس مش عارفة التصوير فصل ليه، او الجزء ده اتمسح من الفيديو مش عارفة. المهم ان انا نزلت كل الحاجات اللي على التسريحة وجبت الفوطة ومسحت الصور اللي فوق التسريحة والمهم يعني لمعت كده وظبطت الدنيا. بعد كده بقى ايه، قلت لمع الجزاز اللي هو كل ما يوسف ابن عامل التسريحة دي مش عارفة اعملها لعبة، كل شوية تلاقوه طلع فوقيها ويفتح قرفه في الجزاز ويقعد بقى يطلع الحاجات. صراحة انا مش عارفة اعمل ايه. اول ما اطفي النور ويخرب الدنيا. عايزة انقل التسريحة ده يدى قدام اي مكان تاني. ربنا يرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة يا رب العالمين، ويفرح كل البنات يا رب العالمين، ويرزقه بأطفال مشفاة معافاة، ويا رب يشفي كل مرضى المسلمين أجمعين، ويا رب يشفي كل الناس يا رب العالمين، وينجح كل الطلبة، وكل نفسه في أمنية يا رب يحققها له. وصلى على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. بصوا عايزة الكومنتات تتملأ ألف صلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام عشان ربنا يحقق لنا كل اللي بنتمناه. بعد كده بقى طلعت ملاية كده نظيفة طلعت ملاية نظيفة وقلت بقى علشان افرش السرير. وطلعت اللهم صل على سيدنا محمد، وطلعت دفاية علشان برضو ايه هفرش دفايات بقى. خلاص مش هنخلي السرير تاني بملاية بس، لا دفايات بقى علشان خلاص دخلنا في الجد بقينا في البرد صراحة. يعني الجو الحمد لله بقينا في الشتاء، لازم ندفي الدنيا بقى ونخلي الدنيا حلوة. مين بيحب الشتا زي علشان بحب ان انا اقعد قدام التلفزيون ونتدفى كده تحت البطاطين ونجيب بقى شوية تسالي ونقعد قدام. انا بحب الشتا جدا عشان بحب ان انا اقعد قدام التلفزيون واجيب التسالي او مشروب سخن اللي هو السحلب ده. اهم حاجة السحلب في الشتا، بص ما بقدرش استغنى عنه. صراحة يوم يعني لازم كده كل يوم نعمل سحلب. انا بحبه في الشتاء، غير الشتاء صراحة يعني ما بفكرش ان انا اشربه خالص. المشروب المفضل بتاعي في الشتاء فالعيش. واجيب مثلا لب وفول والحاجات دي واقعد قدام التلفزيون. فانا بحب جو الشتاء جدا بسبب ان احنا بنقعد يعني ما بنروحش في حتة هو الصيف كويس والشتاء كويس، بس انا يعني بعشق الشتاء اكتر. اللي بيحب الشتا زي يبقى يكتبلي في الكومنتات، اللي يحب يعني الجو ده ان انت تبقي قاعدة كده في البيت.
خلينا بقى في الروتين اللي احنا بنعمله نخلصه بس في الاول، بعدين نبقى نعمل فيديو مخصوص للرغي، او نبقى نرغي باقي الرغي بتاعنا في الروتين الجاي ان شاء الله. حشت بقى طبعا، خلاص هفرش الستاير، كنت غسلاها الستارة دي. فحشت بقى اللي هي الماسورة بتاعت الستارة كده، ومسحتها، ومسحت الحيطة كده من ورا الستارة بالفوطة اللي معايا، اللي بلمع بيها وبمسح بيها علشان اعلق الستارة، عشان خلاص ايه، خلصت كده الأوضة. مفيش غير بقى هفرش اللهم صل على سيدنا محمد، الكومودينات وخلاص. مش الكومودينات يعني، والتسريحة المفارش بتاعتها، عشان ابقى خلصت كده الأوضة. قوليلي بقى رأيكم في الأوضة دلوقتي، ولا كان في الأول؟ كان في الأول منظرها ياه، الواحد كنت بقول هخلصها ازاي دي، انا هخلص الشقة ازاي؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر، خلصتها على خير. ان شاء الله انزل لكم كل يوم حاجة كده. خلاص فرشت التسريحة والكومودينات، بس قلت ألمع الأرضية تاني قبل ما، يعني عشان لما دخلت وطلعت جبت الحاجات من بره قبل ما افرش السجاد وكده، فقلت ألمع الأرضية تاني كويس، علشان لو في ترابة دخلت من رجلينا، ويوسف كان داخل طالع بيجيب لي في حاجات، يعني اكيد دخل لي حاجات في رجلي، فقلت بقى لمعها كده تلميعة سريعة علشان نفرش الاطوال. خلاص بعد ما لمعتها بقى، الله على الريحة، وريحة الاريال والدون اللي كنت حاطاه في المية، والله كان مخلي ريحة الأوضة ما شاء الله. اهو خلاص بعد كده ما فرشت، اهي ما شايفين الأوضة بقت ما شاء الله. نسيت انور لكم النور اللي هو محطوط على السرير عشان اوريكم منظر الأوضة عامل ازاي. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك في القناة عشان يوصل لكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسيبكم في رعاية الله.